بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين نظام في حدود ما تسمح به أمريكا وطائفة تحركها إسرائيل يقف المشهد السوري اليوم. أحمد الشرع وبلا شك هو رئيس تسمح به أمريكا في اللحظة الراهنة، وتحديد الإطار الزمني باللحظة الراهنة تحديد مهم وكاشف وركن من أركان التعريف. يعني ببساطة أنه لم يكن مسموحا به فيما سبق، وقد لا يسمح به فيما هو آت. والمؤكد أن تحريك الطوائف ضده يبقيه مزعزعا وقابلا للإزاحة. والسؤال هو متى ولمصلحة من؟ متى تريد أمريكا أن تسقطه، أو حتى إلى متى تسمح ببقائه، ولمصلحة من هذا البقاء، ثم لمصلحة من السقوط؟ أحمد الشرع حتى الآن رئيس كغيره من رؤساء العرب، يعمل في ظروف أسوأ منهم، ويقبل ما يقبلونه ويتجنب ما يتجنبونه، ويخضع لما يخضعون له. أحمد زي الحاج أحمد كما يقول مثلنا المصري، ولا شك في أن أحمد يرتكب أخطاء بالضبط كالتي يرتكبها الحاج أحمد. حاج أحمد أي السيسي وقيس سعيد وحتى محمود عباس، وهي أخطاء تواجه بالإصلاح أي بالمعارضة. أتحدث عن الواقع عما نراه أمامنا. هي أخطاء تواجه بالإصلاح أي بالمعارضة، ومن الأفضل أن تواجه بالتغيير أي بالثورة، لكنها في كل الأحوال لا تواجه بالخيانة ولا تبرر أعمال الخيانة. أحمد زي الحاج أحمد، ومعيار التعامل معهما واحد. هذا هو السؤال وإجابته بالنسبة للشرع. أما الدروز فالسؤال هو ما قيمتهم عند الغرب وفي الميزان السياسي والديموغرافي، وهل هم مجرد عملاء لإسرائيل أم أنهم أقلية كغيرها من الأقليات تنتابها المخاوف وتحركها النعرات، شأنها شأن معظم الأقليات في كل زمان ومكان، وبالتالي فإن تحيزاتها ومواقفها تأتي تبعا لاتجاه ما ينتابها وما يحركها. دعونا نبدأ من لحظة سقوط بشار الذي سقط لأن أمريكا تخلت عنه، أو بالأحرى اضطرت للتخلي عنه نتيجة اختلال التوازن الذي كان يسمح بوجوده. ببساطة بقى بقاؤه مكلف أكثر من غيابه، وبالتالي تخلصت منه. أصبح التخلص من بشار بالنسبة لأمريكا هو الخيار الأفضل. أمريكا هي التي صنعت نظام الأسد ومولته عبر خزائنها الإقليمية، وهي التي أمرت روسيا بالدفاع عنه وساندتها في هذا في إطار اتفاق واضح ملخصه لكم الأرض ولنا أن نأمر فنطاع. وعندما سلمت روسيا موقعا سوريا للقوات الأمريكية سنة 2016، ظهر محلل سياسي روسي على شاشة التلفزيون عشان يقول إن هذا هو المتفق عليه منذ البداية. الأرض التي سنسيطر عليها سنسلمها لأمريكا. وكان جون كيري يتحدث عن تعاون واشنطن مع روسيا بشأن سوريا وحولها، والأمر بسيط، فقد تدخلت واشنطن في سوريا سياسيا منذ بداية الثورة. خلونا نشوف مين اللي اتدخل الأول. أمريكا اللي اتدخلت الأول، اتدخلت بهجمات مباشرة اعتبارا من أبريل 2015، بينما بدأت هجمات روسيا في أكتوبر 2015، أي بعد 6 أشهر من التعثر الأمريكي. ولا أريد الاستطراد فيما شرحته تفصيلا في حينه، ولمن أراد أن يرجع إلى ما قلت يمكنه أن يرجع إليه، فكثير منه ما زال موجودا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أيضا ما قرأته باعتباره قراءة للحدث القادم، قراءة لليوم التالي، ولم يكن قائما يعني
في الواقع هذا ما قرأته في أكثر من لقاء تلفزيوني منذ 2011 مشيرا إلى ما وقع لاحقا. كان بشار الأسد خيار أمريكا وظهير إسرائيل، لكنه وتحت ضغط الثورة اضطر لتوثيق تحالفه مع إيران ومع حزب الله ليصبح هذا التحالف ارتباطا عضويا تورط فيه بشار ولم يستطع أن يتحلل منه، على الرغم من أنه حاول ذلك وبقوة. لم يستطع أن يتحلل منه عندما تحول اتجاه الريح، وعندما أصبحت العلاقة بين واشنطن وطهران عداء صريحا، بعد أن كانت طهران هي الحليف أحيانا والخصم القابل للسيطرة في أحيان أخرى، وورقة الضغط على دول الخليج باستمرار. وعندما تغيرت المعادلة حاول بشار أن يتنصل من إيران ومن حزب الله معا، لكن الوقت كان قد تأخر والظرف لم يسعفه، وبوتين المنهك أوكرانيا لم يملك أي قدر من المماطلة أو التلكؤ، وهكذا سقط بشار الذي لم يكن أكثر من لافتة على مبنى تداعت أعمدته وانهارت جدرانه، وما كان للافتة أن تبقى معلقة وحدها في الهواء. سقطت اللافتة بسرعة كبيرة تساوي عجلة السقوط الحر، وتقدمت القوات البديلة القادمة من شمال سوريا نحو دمشق بسرعة كبيرة تحركها إرادة ملء الفراغ، الإرادة الإمبراطورية لملء الفراغ. وأصبح الشعب السوري هو الطرف الوحيد المستفيد من انهيار معادلة الأمن الإمبراطوري إقليميا، حيث تنفس هذا الشعب الحرية وأطلق سراح نحو 25,000 من أصل 136,000 معتقل ومختف قسريا، يغلب على الظن أن معظمهم قد قتلوا، حيث عثر على العديد من المقابر الجماعية، إحداها خارج دمشق كانت تحوي رفات نحو 100,000 شخص، وهو ما يشير إلى أن أعداد من اختطفوا واعتقلوا أكبر بكثير حتى من المعلن وحتى مما قلته الآن. كذلك وبعد سقوط بشار أصبح الطريق مفتوحا لعودة نحو 9 ملايين لاجئ ونازح سوري، وذلك بعد 53 سنة من حكم عائلة الأسد و61 سنة من حكم البعث. ولا شك في أن الخلاص من كابوس العائلة والحزب ومن حصادهما المرير وواقعهما الذليل الدامي كان إنجازا لا يخطر على بال أشد المتفائلين تفاؤلا. كان حلما ورديا، بل أكثر من حلم، حتى تحقق في لحظة أقرب لتأثير العصا السحرية، ليعبر السوريون جميعا عن سعادتهم ما عدا عائلة الأسد والمتورطين معها والمؤيدين لها، وقطاعا كبيرا من العلويين وهم طائفة الأسد، وقطاعا أقل عددا من الدروز يمثلون أبناء الطائفة التي سبق أن تورطت مع الأسد، ومنهم حكمة الهجري. هؤلاء هم من وضعوا العصي في الدواليب منذ أن جاء أحمد الشرع وحكومته. إذن هم عائلة الأسد ومن تورط معها ومن أيدها، وقطاع كبير من العلويين، وقطاع أقل من الدروز الذين يتزعمهم أو يقودهم أو شيخهم الروحي هو حكمة الهجري، الرئيس الروحي للطائفة منذ وفاة أخيه في حادث في العام 2012، والذي وبسبب تأييده لبشار ظل نفوذه مقترنا على فصيل درزي واحد تقابله فصائل درزية أخرى. حكمة الهجري هو الذي قال لبشار الأسد إن مجلس عزاء أخيه تحول إلى فرح بفضل حضور بشار له، وخاطبه قائلا: أنت بشار الأمل، بشار الوطن، بشار العروبة والعرب، الله يطول لنا بعمرك وياخد بيدك. واستعان الهجري في قيادة فصيله بمساعده أبو فخر الذي أشرف على تشكيل الفصيل بالتنسيق مع وفيق ناصر العميد في مخابرات الأسد، وبمساندة نزيه جربوع وهو شيخ درزي ارتبط بعلاقات وثيقة
مع فرع الأمن العسكري في السويداء. وحتى عندما انتفضت السويداء ضد بشار في العام 2023 اكتفى حكمة الهجري ببيان في 19 من أغسطس أعرب فيه عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي، ودعا إلى التحرك لتحقيق العدالة، رغم أن هذه الانتفاضة تزامنت مع انتفاضة الساحل السوري، أي مع انتفاضة العلويين أنفسهم وهم طائفة بشار. وعلى الرغم أيضا من أن أمارات السقوط الوشيك لبشار كانت واضحة جدا، لكن حكمة الهجري اكتفى بهذا الاحتجاج الرفيق. وأثناء الانتفاضة تواصل حكمة الهجري مع موفق طريف شيخ عقل الدروز في إسرائيل الذي أعلن دعم دروز سوريا، وتحدثا معا الهجري وطريف عن مطلب الانفصال. وبعد سقوط بشار هاجم الهجري نظام الشرع الوليد ووصفه في مارس 2025، والراجل لسه ما لحقش يقعد على الكرسي يعني، وصفه بالحكومة المتطرفة والمطلوبة للعدالة دوليا، وكان هذا مقدمة لافتعال المشاكل وإثارة القلاقل بمبادرة من الهجري الذي دعا إلى تدخل الدول الخارجية لفرض دولة مدنية في سوريا، وهي تصريحات رفضها في حينه عدد كبير من الدروز، منهم الشيخان محمود الحناوي ويوسف جربوع اللذان أكد رفضهما لأي حديث عن الانفصال. هجوم الهجري على أحمد الشرع وعلى حكومته جاء بالتزامن مع تصعيد إسرائيل لغارتها على سوريا التي بدأت منذ ديسمبر 2024. ففي 26 من فبراير شن الجيش الإسرائيلي غارات بالطائرات على جنوب دمشق ومواقع في درعا. وفي 4 من مارس شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على محيط طرطوس. وفي مساء 10 من مارس قصفت طائرات إسرائيلية مستودعات أسلحة ودبابات سورية في ريف درعا. وفي 17 من مارس شنت إسرائيل غارات جوية على درعا أسفرت عن سقوط 3 قتلى. وفي 18 من مارس هاجمت الطائرات خان أرنبة بزعم قصف مدافع تشكل تهديدا لإسرائيل. وفي 20 من مارس غار بالطائرات على قاعدة تدمر وقاعدة T4 الجوية. وتكرر القصف في 25 من مارس. وفي 27 من مارس غارة جوية على محيط البناء الأبيض في مدينة اللاذقية. وفي 2 من أبريل 10 غارات جوية على مطار حماة العسكري، وغارات على مطار تيفور في ريف حمص ومحيط مبنى البحوث العلمية في دمشق. في خضم هذه الأحداث جاء هجوم حكمة الهجري على الشرع وعلى الحكومة السورية، وجاءت مطالبته بالانفصال واستدعاء القوى الخارجية وخاصة إسرائيل للتدخل، ولم تتوانى تل أبيب عن الاستجابة. ففي 30 من أبريل أعلن مكتب نتنياهو تنفيذ ضربة جوية تحذيرية ضد مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة السكان الدروز في صحنايا بمحافظة دمشق، وذلك حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي الذي كان يرد الجميل للهجري. والواقع أن الأمر أبعد من الهجري. ففي العام 1957 اعترفت الحكومة الإسرائيلية رسميا بالطائفة الدرزية طائفة دينية منفصلة، ومنحتها استقلالا في شؤون الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني، كما ألحقت الدروز بالخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. كان دروز الجليل وحيفا قد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية في العام 1948، وبعد احتلال هضبة الجولان في العام 1967 عرضت إسرائيل جنسيتها على دروزها، فرفضت أغلبيتهم أن تتجنس إسرائيليا بالكامل، واختارت هذه الأغلبية أن تحتفظ بالجنسية السورية أيضا، يعني إسرائيلي وسوري. والمشاهد الوثائقية التالية تصور احتفالات الدروز في العام
1957 يوم أن أصبحوا إسرائيليين، كانوا يحتفلون بأنهم أصبحوا إسرائيليين. Israel has recognized the Palestinian community of Druses as an independent religious entity with full rights of citizenship. At the ancient town of Tiberias, not far from the shores of the Sea of Galilee, stands the monastery of the Druses. A mysterious sect 9 centuries old. They are racially Arab, but their religion is neither Christian, Muslim, nor Jewish. Now, for the first time, they are celebrating their freedom from persecution, and it is the Jewish state which has given it to them. Israel has recognized the Palestinian community of Druses as an independent religious entity with full rights of citizenship. This particular monastery claims to house the tomb of Moses' father-in-law. Nobody knows how many Druses there are, for they don't hold with census taking. المشاهد التي رأيناها توا هي للدروز في فلسطين. بالطبع هذه هي علاقة الدروز بإسرائيل، العلاقة التي تصفها إذاعة مونت كارلو بأنها مفترضة، وأؤكد أنها حقيقية ووثيقة، لكنها ليست حتمية ولا وحيدة، والأمر رهن بقدرة العرب على استيعاب مخاوف هذه الأقلية وعلى الحد من غلواء نعرتها الطائفية في الوقت نفسه. والسؤال: أيهما أقدر على القيام بهذا، العرب الخاضعون لإسرائيل أم إسرائيل التي تخضعهم هم أنفسهم؟ ثم إن الأمر يتعلق بالدروز أنفسهم، والذين أبدوا منذ إعلان إسرائيل تضامنا واضحا معها ومع الصهيونية باعتبارها حركة قومية، مقابل التعامل مع دعاوى القومية العربية بكثير من الفتور ومن التخلي، على الرغم من أن جبل الدروز يسمى أيضا جبل العرب، وأن الدروز عرقيا يفترض أنهم ينتسبون للعرب. ويبرر الدروز تماهيهم مع إسرائيل بأنهم ملتزمون بخدمة الدولة التي يعيشون فيها، وهو مبرر يكذبه أو يسقطه أو يشكك في صحته وفي أمانته موقفهم من الدولة السورية التي يشاكسونها في الحد الأدنى. فأين هو الالتزام بالخدمة؟ يشاكسونها مع أن معظمهم يعيش فيها، وذلك حسب تعداد الدروز الغامض والمضطرب ككثير من أمور الطائفة، حيث لا نجد إحصاء أدق من أن عددهم حول العالم يتراوح بين 800 ألف ومليوني نسمة. ويقول إحصاء المليونين إن 700 ألف من الدروز يعيشون في سوريا، وهم الكتلة الدرزية الأكبر، بينما يبلغ عددهم في إسرائيل حسب إحصاء العام 2012 حوالي 131 ألف نسمة، أي 1.7 من سكان إسرائيل و8% من عربها. ومنذ العام 1939 تحالفت قيادة القرى الدرزية رسميا مع الميليشيات اليهودية، ومن هذه الميليشيات الهجناء، وذلك قبل إعلان إسرائيل. ثم وبحلول العام 1948 تطوع عدد كبير من الدروز في الجيش الإسرائيلي، ولهذا لم يتم تدمير أي من القرى الدرزية في حرب العام 1948، ولم يجبر الدروز على النزوح الدائم من قراهم. والخلاصة أن الدروز في حالة توافق مع إسرائيل، هذا التوافق يشوبه ولا يعوقه بعض الخلاف في بعض المناطق وبعض الأحيان. فالدروز داخل إسرائيل جزء لا يتجزأ من فكرتي الدولة اليهودية والكيان الصهيوني معا. وفي لبنان يتنازعهم قطبان، هما وليد جنبلاط الأقرب للمواقف العروبية، ووئام وهاب الذي افتخر بقصف إسرائيل لدمشق، وهم في الجولان إسرائيليون وسوريون معا. وفي السويداء شيخهم حكمة الهجري يطالب بالحماية الدولية وبالانفصال عن الدولة السورية مع وجود أصوات تعارضه، ومنهم حنان معروف الناشطة التي أدعوكم لمتابعة ما قالته في مارس الماضي، وذلك عندما كانت إسرائيل تقصف سوريا، لأنها كما قالت إسرائيل لا تستطيع أن تترك السلاح الذي كان في حيازة بشار الأسد ليسقط في يد النظام الجديد، أي أن بشار
بالنسبة لإسرائيل كان يحرس هذا السلاح، كان مؤتمنا عليه من جانبها، لم تكن تخشى أن يكون هذا السلاح في يده، لأنه كان يستخدمه ضد الشعب السوري ولا يمثل أي تهديد لإسرائيل. لكن هذه المعادلة انقلبت بسقوط بشار، وبالتالي دمرت إسرائيل مخازن الذخيرة حتى لا تستخدم ضدها. هذا ما أعلنته تل أبيب بوضوح. وفي هذه الأثناء كان حكمة الهجري يتواصل مع الإسرائيلي موفق طريف. وإليكم ما قالته حنان معروف. بدي أحكي عن السويدة اللي كل حجر فيها بيعنيني وبيهمني، وشو عم بيصير فيها. نحن بالسويدة ما لازم نضل نرقص حول النار. الرقص حول النار ما بيطفيها. لازم نكون صريحين ونواجه أخطائنا ونعرف مين عم بيرتكب هاي الأخطاء ونوجه له أصابع الاتهام. حتى ما ضل لف حول الحقيقة، أنا عم بحكي عن الشيخ الهجري بالتحديد. الشيخ الهجري عم يرتكب أخطاء ولازم يتوقف عند حده. التصريحات الأخيرة اللي أعلنها الهجري حطت مش بس السويدة بموقف محرج، حطت كل سوريا بمأزق نحن بغنى عنه حاليا. ليش؟ لأنه استفادت منه العدوة إسرائيل لتدخل. امبارح كانت بدها تحمي السويدة، اليوم بدها تحمي جرمانا، بكرة بدها تحمي إدلب. لوين عم يجر البلد؟ الشيخ الهجري انت عم بتجر البلد لمزالق خطيرة جدا للتقسيم والاحتلالات، والتاريخ ما رح يسامحك. ما تعمل من الطائفة الدرزية طائفة مجرمة ثاني بسوريا. خليني احكي بصراحة، انا ما عم بتهجم على شخصه، انا ما بنتقد الشخص كموقف مهما كان مكانته الاجتماعية او الدينية او السلطوية. ما حدا فوق النقد. الشيخ الهجري خاطف الميكروفون بالسويدة وعم يحكي باسم الكل. اولا السويدة مش بس دروز، السويدة فيها دروز ومسيحيين وإسلام وعشائر وقرى وحراك. هدول مش عم تحكي باسمهم انت، ولا حدا خولك تحكي باسمهم. 99% من أهل السويدة ضد أي مشروع انفصالي وضد أي تدخل خارجي. بس انت بهالتصريحات هاي عم تحكي باسم الكل. نحن بننتقد الحكومة السورية حاليا إنه لون واحد. طيب هذا مش لون واحد؟ على الأقل إذا ما بدكم تحيدوه لهذا الشيخ، خليه يكون ضمن لجنة من جميع أطياف سكان السويدة تدرس كل كلمة وكل تصريح وكل بيان بيصدر للإعلام ويتوافق عليه. مرة تانية مع احترامي لشخصه، بس يعني مين هو الشيخ الهجري؟ يعني مين كان يسمع فيه قبل الحراك؟ كان شيخ تعينه الدولة ويمجد ببشار الأسد، وبعدين انشق مشكور وتشكرناه وإلى آخره. بس هلق صار عم يخبص ولازم يتوقف عند حده. هلق صار كل شيء في فضائيات بالعالم ومواقع أخبار رويترز وCNN كل يوم تجي بتعمل معه مقابلة وبيصرح مشان تاخد منه هاي التصريحات اللي رح تستعملها بشكل خبيث. لأنه كلنا بنعرف وسائل الإعلام هاي بإيد مين؟ بإيد الصهاينة. نحن هلق بموقف كثير محرج. يعني منطالب الحكومة تدافع عنا وهي مسؤولة وهي بالحكومة ولازم تدافع عن كل مكونات الشعب. طيب بالأول اعترف فيها أنت لهي الحكومة وبعدين طالبت تندد وتدافع. وانت بتعرف انه اي تنديد او اي تهديد او اي تصريح حاليا ضد اسرائيل قد يعني حرب. نحن بصدد خوض حرب مع اسرائيل حاليا.
لو من الأول سمحنا للجيش السوري يفوت على السويدة اللي رجعناه أكثر من مرة، كانوا هلأ موجودين بالسويدة وكل شيء تمام. بس هلأ ما عاد فيهم يفوتوا بعد تهديد إسرائيل، لأنه أي حدا أي فرقة بدها تفوت من الجيش بدها تنقصف وبده يرتكب مجازر. هل هذا بيرضينا؟ يعني معناتها نحن رح نكون بدون حماية الدولة السورية وبدون جيش الدولة السورية. شو بيعني هذا؟ إنه نحن بدنا ننفصل. ما بعرف شو الحكي. وكل يوم فصيل جديد، وكل يوم استعراضات تحت نظرك وتحت رعايتك. ليش؟ شو مبررات هاي الفصائل؟ مين فهمنا أو فهمكن إنه نحن رح نخوض حرب مع الناس اللي بالسلطة حاليا؟ ليش عم تزرعوا هذه الأفكار بين الناس؟ ما تعملوا منا ليبيا تاني. السلاح خطير. أكيد الواحد بحط له روسي بكتفه ودوشكا على سيارته بفكر حاله ملك، وعقل ما فيه. ومعلش خلينا نكون صريحين، يعني فصائل السويدة بالتحديد كلنا بنعرف مين هي وشو هي. مش الكل أكيد، في قسم كبير منهم شرفاء وطنيين وقفوا موقف كتير جيد، حموا الحراك وحرروا معتقلين ومنعوا الشباب تروح تقاتل بجيش المجرم. بس كتار من هاي الفصائل كلنا بنعرف انه هي اللجان الشعبية اللي سلحها بشار الأسد لتقتل المتظاهرين والشعب بالسويدة. هني زعران وتجار الكبتاجون والمازوت، هني اللي خطفوا وطلبوا فدية وسرقوا البيوت. هدول هني فصائل. هلأ صاروا بدهم يحموا الأرض والعرض. يحموها من مين؟ السويدة مش بحاجة حماية. السويدة بحياتها ما ارتكبت مجزرة، بحياتها ما يعني أساءت لحدا، كل عمرها تاريخها ناصع. بعض الأشخاص منها اللي كانوا مع النظام البائد هدول لازم يتحاسبوا مثل كل الناس. غير هيك ليش نخاف؟ وإسرائيل ناطرتنا على الكلمة لتدخل. اليوم السويدة، بكرة جرمانة، بعد بكرة دروز إدلب. لازم نحن نكون صادقين مع أنفسنا ونحط الشير على الناس اللي عم تخطئ حاليا مهما كانت شخصيات اعتبارية، لأنه الخطر اللي المحدق فينا هو أكبر بكتير من الخوف من الفتنة إذا نحن وقفنا بوجه هدول الشخصيات الاعتبارية. يعني بصير الواحد يفكر إنه صحيح شو عم بيصير، يعني معقول في طبخة عم تنحاك من وراء الكواليس باشتراك بعض الشخصيات يعني من عنا. وعلى سيرة الطبخة، يعني أنت إذا قنعان إنه هالنصر اللي صار كله استلام وتسليم وما في حقيقة يعني انتصار وإلى آخره، طيب إذا مقتنع إنه هي طبخة فأنت جزء من هاي الطبخة. يا حاسبين حسابك إنك تعيش بأمان وسلام، يا أما ناويين عليك بالمستقبل يبيدوك ويقولوا له للشرع روح بيد الدروز. بهالحالة أنت يعني شو مستفيد إذا رحت لجأت لهاي الناس؟ ليش عم تطلب حمايتها أصلا؟ يعني مشان بس إسرائيل تستغل هاي الكلمة وتقول نحن سيدنا ما حمى الدروز والأقليات والناس كلها، نحن إنسانيين كتير، لأنه مش عم نشوف شو عم بيصير بأخوتنا الفلسطينيين. أهل السويدة وشباب السويدة وخصوصا الحراك هن اللي لازم يوقفوا موقف واضح حلق. والموقف مش فقط نرفع لافتات تنديد بتصريحات العدو،
لا، بدنا نعرف مين اللي عم يعطي ضوء أخضر ومين سواء بحسن نية أو بغباء ما بعرف. بدنا هدول نقول لهم اسكتوا، هدول اللي لازم يتسكتوا. وبصراحة أصلا يعني معظم المجتمع الدرزي غير متدين، فمن غير المنطق إنه نسلم نحن حالنا واسمنا وتصريحاتنا لشيخ دين يحكي باسمنا. وبعدين يعني لما نحن بنقف بالساحة منندد ومنرفض ومننكر، هذا مش لإثبات الوطنية. نحن وطنيتنا مثبتة عبر التاريخ، والإرث اللي تركوا لنا يا أجدادنا وسلطان باشا أكبر من إنه يتشكك، بس هو عبارة عن تصليح لخطأ ارتكبه واحد مننا عم يحكي باسمنا. بدنا نصححه ونقول نحن بنرفضه هذا الحكي، بنرفضه وبنرفض أي تدخل خارجي وبنرفض أي انفصال. نحن ما عم نبرر، نحن عم نقول نرفض هذا الكلام كله مرفوض ومردود عليه، ونحن جزء من هالدولة السورية. وهدول الفصائل إذا حاسين عندهم يعني هالنخوة الشديدة ينضموا للجيش السوري ويشكلوا كتلة إلى وزنها تدافع عن الأرض والعرض للتراب السوري كله، مش بس للسويدة. السلاح خطر شديد، ونحن ماشيين باتجاه يعني هاوي لا قرار لها إذا ما توقفوا هذول الناس عند حدهم. إذن 99% من أهل السويداء ضد الدعوة للانفصال والتدخل الخارجي. هذه الدعوة التي يطلقها الشيخ حكمة الهجري فقط بحكم أنه خاطف الميكروفون كما قالت حنان معروف، وأن المتحكمين في الإعلام العالمي يستغلون تصريحاته ويضخمونها ويروجونها، بينما هو مجرد شيخ عينه بشار. هذه هي خلاصة المشروع المعادي لسوريا نفسها وللدروز باعتبارهم جزءا من هذا الشعب، مشروع عدائي أيا كان من يروجه، وخيانة أيا كان من يتورط في ارتكابها، مع التنبيه إلى أن من يتورط في الخطأ لا يستوي مع من يتصيد الخطأ لتبرير ارتكاب جريمة. والمعادلة كالتالي: أحمد زي الحاج أحمد فعاملوهما معاملة واحدة، وحكمة الهجري زي موفق طريف فعاملوهما معاملة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.